في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمنا بأن قاضي التحقيق قرر إلغاء الجلسة التي كانت ستجمعه بالفنان المغربي في 27 من شهر فبراير الجاري، نظرا لتقدم الفتاة الفرنسية التي تتهم المجرد باغتصابها وتعنيفها بشهادة طبية جديدة حتى لا تقف أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع الجاري. وحسب مصدر فإن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار بعد أن تأكد من استحالة عقد جلسة مواجهة بين المجرد ولورا بريول، سواء خلال نهاية شهر فبراير الجاري أو بداية مارس المقبل. وأوضح المصدر ذاته بأن قاضي التحقيق أمام هذا الوضع وبنسبة تفوق 90% سيكون مضطرا إلى منح الفنان المغربي سعد المجرد السراح المؤقت قبل أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة، وهذا ما يعني بالتالي مغادرة سجن فلوري في 10 من الأسبوع الأول من شهر مارس ومتابعته في حالة سراح. وأكد ذات المصدر بأن المجرد سيعانق الحرية، لكنه سيجد نفسه بالرغم من ذلك مطالبا بالتقيد بالعديد من الأمور، موضحا بأن مغادرة السجن لا يعني حصوله على البراءة، ولهذا فهناك احتمالا أن تطول جلسات محاكمته لحوالي 2 مما سيجبره المكوث بفرنسا. لكي تتوصل بالجديد لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.